السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، إن شاء الله تقضوا في الخير وتتبسطوا كده، وتبقى أيامنا كلنا كده مع بعض حلوة إن شاء الله بإذن الله. هعمل معاكم إن شاء الله بإذن الله بسطرمة العراقي. سهلة وبسيطة، يا دوب بتعملي المكونات معاها وبتكيسيها وبتحطيها في الفريزر بس، وتطلعيها وبتعمليها بتبقى بسطرمة ما تتغيرش عن التانية خالص. هنسمي الله كده. معانا نص كيلو لحمة، معانا نص كوباية توم مفروم، ربع كوباية كزبرة ناشفة، معانا من كل حاجة معلقة كبيرة، ما عدا طبعا الحلبة معلقتين، معلقة فلفل اسود كبيرة، معلقة ملح او معلقتين صغيرين، معلقة بابريكا، معلقة قرفة، معلقتين حلبة مطحونة اللي هي الحلبة الحصى. لو عندك جنزبيل بقى حطي معلقة برضه. دي بقى ان شاء الله باذن الله كده زي ما انتم شايفين. هنبتدي نحط كل التوابل دي. طبعا نص ربع كوباية الكزبرة والتوابل كلها ايه، وادي الثوم، نص كوبايه ثوم مفروم. طبعا الحلبه هي اللي بتخليها يعني بتدي طعم البسطرمه اكتر. نبتدي بقى كده نقلبها مع بعض. قلب كويس جدا. هنا كده عجنه كويسه. خلاص نبتدي بقى نكيسها. انا محضره الاكياس اهي عشان نحط كده في كل كيس اللي انت بتحتاجيه. يبقى نكيسها، نفردها طبعا الاول. نكيسناها، فططيها قوي عشان تبقى رقيقه، يعني مش رقيقه يعني قوي اكتر من اللازم، تبقى رقيقه. تبقى انت عايزه ايه، تكسري جزء كده ولا حاجه تكسري، تاخدي جزء يعني. زي ما انتم شايفين كل واحد طبعا بيحط في الكيس حسب احتياجه. بنبتدي بقى نحززها كده عشان خاطر بالظهر السكينه هتوزي تاخدي جزء ولا حاجه، وفي نفس الوقت تطلعيها من الفريزر، تيجي تعمليها تنزل قطع كده، وتلفيها طبعا تشويحه كده في الصينيه او في الطاسه، وبعدين تنزلي عليها البيض. تبقى جميله جدا. انا عملتها قبل كده كذا مره. بصوا تطلع بقى قطع كده. لو عايزه تاخدي جزء بتعمليه كده وتاخديه زي ما بنعمل كده في التوم لما بنكيسه ونشيله. دي كيس. بصوا حلوه ازاي، ريحتها جميله بقى. الحلبه بتديها ريحه البسطرمه على طول. هعمل واحد تاني قدامكم والباقي هكملها. اعملها برضو قطع كده ظهر السكينه.
بصوا الجمال ازاي. كمل بقى الباقي واوريها لكم. زي ما انتم شايفين طلعوا 5 اكياس، يعني نص كيلو حلو. يعني شو ما شاء الله. طبعا انتوا بتعملي على حسب احتياجك انت، ممكن تعملي اكبر من ده اصغر من ده حسب البيت يعني، وميزانيتك ازاي بتاخدي قد ايه كده. فبصوا الكيس ما شاء الله حلو ازاي. طبعا لازم ترققيها. بصوا حلو ازاي. وطبعا القطع دي اللي احنا عاملينها بالسكينه بتنزل بقى لما تكون متلجه كده، بتحطيها متلجه في الطاسه وبتقلبي تشوحي. انا بكرر عشان خاطر انا يعني في بعض الناس مثلا ممكن ما تكونش عارفه بتتعمل ازاي. شوحها وتروح منزلها على البيض، او تاخدي الطاسه على جنب وتنزلي البيض عشان هي ما تتفككش، تبقى زي لحمه، يعني لحمه مفرومه كانك بتعملي لحمه مفرومه ببيض بس. لكن شوحيها تشويحه كده بسيطه وتروحي منزله عليها البيض وتوطي البوتاجاز وتعملي. يا رب يكون عجبكم. زي ما انتم شايفين طلعوا 5 اكياس نص كيلو. ممكن مثلا تطلعيه 6 تطلعيه 7، ممكن تطلعيه مثلا اقل عشان خاطر بتاخدوا اكتر. يا رب يكون عجبكم. حلوين وريحتها بسطرمه يعني، الحلبه مديها والثوم والحاجات دي مديها نكهه البسطرمه والريحه الجميله دي. يا رب يكون عجبكم وتعملوها تهنوا كده برمضان والسحور، وتبقوا كده يعني كل حاجه بتتمنوها تلاقوها ان شاء الله باذن الله. رمضان كريم عليكم، وكل سنه وانتم طيبين. ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان الوصفات توصلكم. ميرسي قوي. السلام عليكم.